يا وسهلا بيكم في وحش فود. ومطعم ريد جوت عمل المنيو الجديده بتاعته، فقلنا كده نروح في وقت مفيش في حد مكان كده فاضي ونجرب المنيو الجديد بتاعته. المنيو الجديد بتاعته مكونه من 4 سندوتشات جديده، وهنجرب معاه شويه حاجات جديده زي ماكن تشيز وحاجات مختلفه. فممكن ننزل كده باول ساندوتش معانا. بريسكت اند برجر. اوكي، ودي البرجر فرايز ماكن تشيز. اوكي زي الفل. الفرايز مقرمشه قوي اكتر من ماكدونالدز. نبدا بالماكن تشيز ولا البرجر؟ برجر كده تمام. اوبا، بص بقى يا معلم، صوص ساور كريم بالفلفل مدي طعم كده للحمه. لما يتحط وناخد قطمه كامله كده طعمه عامل ازاي؟ يلا بينا يا جماعه. ميكس الصوصز دي حوار. انا عايز ادوق برجر لوحده. البرجر جميل الصراحه. البريسكت فعلا ممتاز. المميز في الساندوتش ده هو الصوص اللي هم عاملينه ساور كريم بالفلفل مع البريسكت. الساندوتش كله على بعضه بيدوب في بقك. بص انت بتاكل قطمه متناغم مع بعضه كده، متناسق بطعم جامد قوي. يلا نجرب ماكن تشيز عقبال ما اجيب الساندوتش اللي بعده. ندوق كده مكرونه لوحدها. جامده قوي الجبنه. البرجر جميل. الماكن تشيز دي لطيفه طعمها حلو. المكرونه نفسها ما فيهاش طعم مميز قوي، بس هي عامه كاوفرول يعني هي طعمه جميل، بس مش اللي هي الحاجه اللي هتخبطك المميزه زي مثلا ما جربنا المره اللي فاتت صوص الكريز اللي كان محطوط على البريسكت، ده كان مميز. دي حلوه بس مش الحاجه اللي هو ده المكان بتاعها. جاهزين نروح للطبق اللي بعده؟ ناخد دي بقى كده نروح على طول. لا تعالى من هنا. ده مش ليا انا اصلا. الراجل شكلي وحش. بعت ايه؟ ده الدبل سماش. اوكي طيب، الموتزاريلا ستيكس دي احنا جربناها الفيديو اللي فات، وبصراحه هي فظيعه. هي من السيجنتشرز، انت لما تيجي ريد جوت لازم تكون مجربها. ودي سبايسي. هي سبايسي. بص الهالبينو اصلا عليها منين. بص يعني هم متوصيين بالهالبينو في كل حته فيها. والحاجه التانيه متوصيين بيها هي الجبنه. فظيعه. كان المفروض استنى السموذي. مولعه. اي حاجه بلع بيها. بص انا مش خايف. هي فعلا سيجنتشر، هي تحفه. السلام، ربنا يكرمك. شكرا. اوكي، ده بلو بيري سموذي. بلو بيري واضح قوي اللي هو متوصيين في البلو بيري، او من كتر ما هو متوصيين في البلو بيري انا مش عارف اشفط سموذي بقى. ندخل بقى في التقيل. الدبل سماش. الدبل سماش ده مكون من ايه بقى؟ مكون من بصل كارملايز ولا لا؟ لا مش مكرمل، بس عليه صوص ليمون مع اصفر طعمه حلو. جبنه، والبرجر الاولاني والبرجر الثاني وجبنه تاني من تحت، وفي تقريبا مايونيز من تحت بس ممكن نتاكد منه. خلينا ندوق ونقول لكم راينا. المفروض الدبل سماش ده من الحاجات القويه في المنيو بتاعتهم الجديده، وانا بموت في البصل. احنا يا جماعه نسينا نعمل حاجه مهمه جدا، وهي نفتح الاضاءه قبل التصوير. فجون دوس كده على الاضاءه زمان. شكرا. كده انا نورت. اعتقد ان انا نورت احسن شويه. خلينا نكمل دواء. طعمه جميل، مش هقدر اقول عليه غير جميل. بس انا اللي انا بقيم بيه وانت جاي ريد جوت، انت بتدفع في الساندوتش بيبدا مثلا من 130 150. فهنا متوقع ان احنا نكون بناخد اعلى حاجه. هنا الساندوتش طعمه حلو، يعني اللحمه طعمها حلو، بس هي ايه، تحس ان في حاجه اوف. فانا عايز اكتشف هي ايه. يعني مثلا تعالوا نجرب نشيل البصل كده ونشوف الطعم هيبقى عامل ازاي. يعني ممكن يكون ده هو السبب. مثلا حاسس ان انا مش قادر ادوق طعم اللحمه بحلاوتها. لو هتيجي تطلبوا اعتقد اطلبوا، بس قول لهم قلل البصل شويه، عشان هو هنا حاطين بصل كتير قوي فمغطي على طعم كل حاجه. لو هديله تقييم هيكون 6 من 10. اللي بعده ده، ودي فرايز ايه؟ فرايز تشيز بريسكت. فرايز تشيز بريسكت. اوكي، ده كان بريسكت فرايز بقى. جامد. ده يا جماعه مطعم بريسكت. يعني دول بتوع بريسكت، دول بيعرفوا يعملوا بريسكت جامد قوي الصراحه. ده بقى الستيك اند برجر. يعني بص
الساندوتش نفسه يا جماعه انا مش باوفر، بس هو ممكن يكون معدي وزنه النص كيلو مرتاح. نص كيلو ايه، اكتر من نص كيلو. البتاع تقيل قوي. مكون من ايه بقى؟ مكون من العيش، مشروم حلو، الصوص بتاعهم عامه هو مش بيقول لك الصوص ده معمول من ايه، بس احساس ان هو في شويه رانش على ساور كريم على وجبنه وبرجر ويعني حاجات كتير قوي فوق بعض. خلينا ندوق تقيل يعني. عظيم. ده ساندوتش الدفع فيه الارقام دي. ده ساندوتش فعلا جميل يعني. ده انت مش هتدوقه في حتت كتير خالص يعني. فظيع. الكومنت الوحيد اللي ممكن اقوله فيه زيت كتير، يعني دي الحاجه اللي انا ممكن اقولها. في زيوت كتير قوي، بس يستاهل كل جنيه، كل مليم بجد. ده فظيع. ده ساندوتش فظيع. بص دي عامل ازاي. ده بالنسبه لي انا مش عارف الرابع هيبقى طعمه عامل ازاي. عامه يا جماعه الساندوتش اللي جاي بيتباع ب 210 جنيه لوحده، فده فظيع جدا. بس مش عايز اديله اللي هو ال10 من 10 لحد ما ادوق اللي بعده، فخلينا كده نحطه على جنب لحظه وندوق الاخير، بعد كده نرجع له تاني. ده من 210 جنيه صح؟ ده الحاجه القويه اللي عندكم. ده الشورت ريبز برجر، ولا انتوا مسميه شورت ريبز ساندويتش؟ شورت ريبز ساندويتش. اوكي، مفيش اي حاجه تاني فيه يعني. انا بس عايزك تقرب لي كده شويه بالكاميرا اللي هناك دي، عايزك تقرب لي كده عشان نجيب التفاصيل. هو هنا يا جماعه هو ده كام جرام، ولا انتوا بتقيسوه بايه ده؟ بتقيسوه بايه ده؟ كام جرام ولا كام كيلو ولا ايه؟ 400 جرام في ساندوتش واحد. واو. يعني نفس المشروم اللي كان موجود في الستيك همبرجر. يا جماعه بصوا النعومه. دول كرم قوي في اللحمه يا اخ. هي حلاوتها انك تشيلها في السلام. انا عندي سؤال بقى بجد، ماشي؟ سؤال بجد يعني. ما تيجي يا محمود كده في الكاميرا اسالك سؤال. قرب كده. دي مش حقيقيه العظمه دي؟ بتكون انت يعني دي بتكون راكور او بتكون ريادي كور او كده؟ دي عظمه حقيقيه بجد؟ يعني المطاعم دي بتحط مطاعم يعني؟ اوكي. انا طول عمري مقتنع ان هم بيحطوها يعني يجيبوا اللحمه ويظبطوها مش عارف ايه كده يجيبوا دي. اوكي. كتر الذوبان اللي فيها بتشيلها بسهوله. بكل سهوله بتشيلها معاك. شكرا. زي الفل. معلومه جديده بالنسبه لي يا جماعه. خلينا بقى ندوق ال 400 جرام لحمه دول. انا اكيد مش هخلص الساندوتش، بس هقول لكم رايي فيه. يلا بينا. لا بتاع كبير قوي يا جماعه. الرز طعمه سايح تحفه. وعجبني ان هما مش حاطط لك صوص كده وصوص كده، لا سيمبل. الساندوتش عباره عن القطعه دي يعني، هو فاهم البيزكس. جامده قوي بس انا شبعت قوي. مش قادر اقطم تاني، بس هي جامده قوي. انا حاسس اصلا حرام احطها في ساندوتش، فاهم؟ دي عايزه شوكه وسكينه و15 طبق صوص، وتقعد بقى تجرب وتدب وتعمل مش عارف ايه. مش حاسس ان دي تتحط في ساندوتش يعني. حاسس دي وجبه في مطعم، فاهم؟ مش ساندوتش تيك اواي. دي اهانه للطعم الريبز الجامد ده. بس هو جامد يعني برضه. فكره ساندوتش مش وحشه خالص. طيب ما تبقى هو اللي احنا ندي سكور كده من الاخر كده للاول. الاربعه كويسين، اربعه فعلا حلوين، والاربعه يعجبوك. بس لو هنقيم كده اقل واحد فيهم هو هيكون البرجر اللي هو كان دبل برجر. ده كان اسمه ايه؟ دبل سماشت. بعديه هو البريسكت برجر. بعد كده بيجي واحد من دول. بصراحه انا هروح اكتر للشورت ريبز. هو حلو وهو جامد، بس مش حاسس ان هو المفروض يتحط في برجر. طعمه حلو جدا واللحمه متبله حلو وكل حاجه حلوه، بس مش ساندوتش كده. بس هو طعمه عظيم. وفي الاول الصراحه بلا اي منازع الستيك برجر ده يا جماعه حوار. ده يا جماعه فعلا لو خارج خروجه ده اللي جربه. ده معاه ايه بقى؟ البريسكت بالكريز. ده ريد جود بالنسبه لي. بريسكت بالكريز وهذا الشيء. طيب نجرب الوينجز بقى ونقول لهم باي باي. عندهم صلة حب عجيبة مع الليمون المعصفر. طعمه حلو. تاك وينجز سيزون 2 قدامه اقل من شهر، وهتشوفوا حاجات جامده جدا في بدايه رمضان. دي كانت تجربه المنيو الجديده بتاعت ريد جوت. لو فيديو عجبكم لازم تعمل لايك، لكن تكون مشترك في القناه، وقول لنا رايك في الكومنت تحت، وعايزين ايه المطعم اللي بعد كده اللي احنا نجربه. نشوفكم في الفيديو.